اهلا بيكم. طبعا حضراتكم في فيلم اتش دبور من انتاج 2008. هو فيلم كوميدي قام ببطولته الفنان الكوميدي احمد مكي مع العملاق الله يرحمه حسن حسني. كان فيلم جميل. كان فيه حوار دار ما بين اتش دبور اللي هو احمد مكي ووالده حسن حسني، انه يقول له عندي فكره يعني او فكره مشروع هتكسر الدنيا. طبعا الفيلم كوميدي، فقال له هنعمل سلسلة محلات خد فطيرك. فيعني فكان الإفيه ده كل واحد بقى يفسره حسب دماغه، لكن هو إفيه مضحك، وإفيه بيفكرنا دلوقتي إن مفيش الناس الشباب اللي بيفكر يعمل مشروع يعني زي فكرة اتش دبور سلسلة محلات خد فطيرك. فما فيش مشاريع هتنجح مع الشباب. يعني الشباب النهاردة محتار، يعني مفيش شغل يقدر أو عمل طبيعي أو مشروع بسيط يقدر يحقق منه نجاح. الحياة أصبحت صعبة والشباب دلوقتي بيعاني، وحتى الأسر المصرية دلوقتي برضو من فترة بتعاني. إن هتعمل مشروع إيه؟ إيه المشروع اللي ممكن تعمله يفتح بيت النهاردة؟ يعني عشان تاخد مكان وتعمل مشروع محتاج سيولة، محتاج أموال، والأموال مش موجودة. ولو قدرت وربنا وفقك بعد معاناة وحصلت على قرض عشان تعمل مشروع، مش هتقدر تسدد أقساط القرض لأنه بيبقى بفايدة. فالموضوع أصبح صعب على الشباب. حتى الشباب اللي هو بيفكر إن هو يعمل مشروع هيلاقي العملية معاه صعبة ومش هيقدر ينجح. ولذلك بنفتكر الإفيه اللي بيقوله أحمد مكي سلسلة محلات خد فطيرك، وبنضحك وكل واحد بقى يفسره حسب ما هو عايز، لأن الحياة أصبحت بالنسبة للشباب وحتى لكل الأعمار السنية أصبحت صعبة. تحياتي لحضراتكم.